مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد القطاس. إدارة إقليم القاشبركة تقيم أعمالها. إصابة 30 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. وبلينكن في كييف لتأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا. إسرائيل تجري اختبارا لمنظومة مضادة للصواريخ البالستية. وشركات الطيران تحذر من كارثة في حال نشر الشبكة الجيل الخامس. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. احتفلت البلاد اليوم 19 من يناير بعيد الغطاس بمشاركة محدودة من القساوسة وممثلي مكتب البطريركية والدعاة في أسمر وممثلو خدمة الأديرة امتثالا للتعليمات الصادرة بخصوص التصدي لجائحة كوفيد-19. وفي الاحتفال الذي جرى بالعاصمة أسمر على مستوى البلاد، شهدت كنيسة القديسة مريم صلاة الشكر بداية من 10 من مساء ليلة 18 من يناير، وأيدي الصلوات القداس بقيادة البطريرك الخامس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا قيرلوس وأعضاء مجمع البطاركة وغيرهم. كما شهدت الفترة الصباحية تقديم نبذة مختصرة عن العيد وبارك البطاركة مياه القطاس ب4 اتجاهات، كما تمت مراسم رش المياه. هذا وقد بثت مراسم الاحتفال التي استمرت لأكثر من 2.5 ساعات مباشرة عبر الفضائية الإريترية وصوت الجماهير. قيمت إدارة إقليم القاشبركة الأنشطة والأعمال المنفذة خلال عام 2021 لا سيما في مجال تجميع ضريبة الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية بالريف النائي. كما بحثت الإدارة برامج عام 2022 الموضوعة للتنفيذ. المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر إليكم التقرير التالي. عقدت إدارة إقليم القشبركة في 17 و18 من يناير في حاضرة الإقليم مدينة بارونتو اجتماعا تقييميا تحت شعار برامج التعبئة أهلية بقدرات جماهيرية لفائدة شعبية. قيمت بأن عام 2021 شهد أعمال ناجحة في تجميع ضريبة زراعة الريف النائي والحيوانات الأليفة. وبموجب التقرير المقدم، أوضح بأن العمل المنسق وحملات التوعية المكثفة المنفذة في كافة مديريات الإقليم والعمل الجاد الذي جرى لتنشيط ومضاعفة عملية تجميع ضريبة زراعة الريف النائي والحيوانات البرية ساهم في جمع أكثر من 35 مليون نقفة، ما أدى ذلك إلى زيادة الضريبة مقارنة بعام 2020 بأكثر من الضعف. كما قدم توضيحا مفصلا حول تعزيز أنشطة صحية وتعليمية أهلية وتصدي جائحة كوفيد-19 وتأمين مياه شرب صالحة، وكذلك البرامج المنفذة فيما يخص بأوضاع المواشي والمراعي. وفيما يتعلق بالأنشطة الزراعية، أشار التقييم إلى زراعة أكثر من 251 ألف هكتار بالزراعة المطرية خلال خريف هذا العام. إلا أن ونتيجة لتفاوت هطول الأمطار شهد الإقليم حصاد متدني إلا في مديريات محدودة، لا سيما قد تأثرت المراعي سلبيا. في غضون ذلك، قيمت الإدارة بأن برامج الإصلاح البيئي الأهلي وصلت إلى مرحلة الاكتمال، فيما بدأت 38 مدرسة بنيت بمشاركة شعبية وقوات الدفاع خدمات تعليمية. وأضاف التقييم تنفيذ أنشطة واسعة وفعالة تمثلت في حماية التربة وحفظ المياه، وكذلك مساهمة المواطنين الفعالة لتحفيز أعضاء قوات الدفاع العاملة في الأنشطة التنموية والأمنية خلقت أثرا إيجابيا بالغا.
وفي التوضيح الذي أدلى به حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي، ذكر بأن الإنجاز العملي الذي حققه المواطنون والإدارات في عام 2021 خاصة في جمع ضريبة زراعة الريف النائي والحيوانات الأليفة يعتبر خير دليل على تنامي الوعي، وناشد سعادته بقوة مواصلة هذه الأعمال الفعالة هذا العام بدقة وأكثر تنظيما، إضافة إلى إدخال سبل محسنة لرفع الإنتاج الزراعي وخاصة فيما يخص حفظ المياه وحماية التربة، داعيا في الوقت ذاته القيام بأعمال منسقة وفاعلة لحل مشكلة مياه الشرب الصالحة في المناطق والقرى على مراحل، مؤكدا العمل بجدية لإصلاح إدارة ورعاية مشاريع مياه الشرب الصالحة. في الختام، ناقش المشاركون الأنشطة التنموية والأمنية الموضوعة للتنفيذ في عام 2022 ورسموا البرامج الموضوعة للتنفيذ بتنظيم قوي ومترابط وتنسيق جيد وعالي. هذا وقد شارك في الاجتماع كبار قادة الجيش يتقدمهم قائد الجبهة الغربية العميد سمعون عقبة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 30 مواطنا بفيروس كورونا، فقد ظهرت تلك الإصابات في 4 اسمرة وغجرات ومايتمناي ووسط المدينة وأبشاول وعمتي وبلزة وزاقر، ومصابون قادمون من كرن وميدمة. فقد دون ذلك شفي 10 من مرضى وباء كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9115، شفي منهم 8440 وتوفي 89 مريضا، فيما لا يزال 586 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 19 من يناير 2022. أفاد بنك الدم الوطني استعداده للعمل بفعالية خلال العام 2022 من أجل تعزيز التبرع الطوعي بالدم وترسيخه كثقافة مجتمعية. وأكد المدير الطبي لبنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخسي ضرورة تأمين الدم للمستشفيات المرجعية المتواجدة في البلاد لضمان إنقاذ حياة المواطنين، مؤشرا إلى عمل بنك الدم بالتعاون مع الشركاء وجمعية المتبرعين الطوعيين للدم لتأمين الدم. وأوضح تقديم وزارة الصحة للثلاجات الكبيرة وأجهزة الفحص الطبي للأمراض وأكياس الدم والأدوات المساعدة للتبرع بالدم. وذكر عضو اللجنة التنفيذية في الجمعية الوطنية للتبرع الطوعي بالدم السيد برخت هبتسيون أن الجمعية تعمل إلى جانب أنشطتها في الإقليم الأوسط بطريقة منظمة لفتح فروع في الأقاليم ال5 الأخرى. وأوضح القيام بأنشطة توعية مكثفة في المجتمع بأهمية التبرع بالدم، مشيرا إلى أن التبرع بالدم له فوائد كثيرة كخفض الإصابة بالسكتة القلبية والكوليسترول وارتفاع نسبة الحديد في الكبد وارتفاع السكري. استشهد يوم أمس 18 من يناير المناضل محمود إدريس كدان عضو وزارة الشؤون الخارجية عن عمر بلغ 76 عاما. التحق المناضل محمد إدريس كدان بصفوف جبهة التحرير الإريترية في عام 1964 وعمل إبان الكفاح المسلح في القوات المقاتلة، كما عمل أستاذا للعلوم السياسية وعضوا لمكتب الأمن التابع للجبهة في السودان، وكذلك سكرتير المجلس الوطني لجبهة التحرير الإريترية. وبعد عودته إلى إريتريا في عام 1992 عمل دبلوماسيا في كل من مصر وألمانيا والسويد، وهو مناضل وفي خدم شعبه ووطنه بهمة وإخلاص. المناضل محمد إدريس كدان رب أسرة وأب ل6 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى منتصف النهار اليوم الأربعاء 19 من يناير بمقبرة الشهداء في العاصمة أسمرة. هذا وتعرب وزارة الشؤون الخارجية عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل محمد إدريس كدان، وتقدم تعزيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، بقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى أوكرانيا للتعبير عن دعمه لكييف في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل، وفق ما أفاد به مراسل فرانس بريس المرافق له. وهبطت طائرة بلينكين على مدرج متجمد في كييف، حيث استقبله مسؤولون أوكرانيون، فيما سيلتقي لاحقا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قبل يومين من عقده لقاء مع نظيره الروسي في جنيف. وبعد فشل المساعي الدبلوماسية الأسبوع الماضي في تهدئة المخاوف، حذر البيت الأبيض من أن روسيا مستعدة لمهاجمة أوكرانيا في أي وقت.
وتأتي الزيارة قبل لقاء مقرر بين بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جنيف. وفي مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي قبل زيارة بلينكين، قالت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف دعا بلينكين إلى عدم تكرار التكهنات بشأن عدوان روسي مزعوم. من جهته أفاد الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكين شدد على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي لخفض التوتر. أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها أجرت تجربة لاختبار منظومة حيتس المضادة للصواريخ البالستية، ولم تذكر الوزارة تفاصيل بشأن نسخة نظام الدفاع الصاروخي بعيد المدى التي تم اختبارها وما إذا كانت التجربة ناجحة أم لا، مكتفية بالقول أنه كان مخططا لها مسبقا. يذكر أنه تم اختبار النسخة الأكثر تقدما لأول مرة بنجاح في فبراير 2018 بعد شهور من التأخير والمشاكل الفنية. ويمثل نظام أرو 3 على مستوى من شبكة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية متعددة المستويات التي تضم عددا من أنظمة الدفاع الصاروخية الأخرى المصممة لحماية إسرائيل من الهجمات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى. وهذا النظام الذي تم تطويره في برنامج إسرائيلي أمريكي مشترك مصمم لإسقاط الصواريخ البالستية العابرة للقارات خارج الغلاف الجوي وإتلاف المقذوفات ورؤوسها الحربية النووية أو البيولوجية أو الكيميائية أو التقليدية بالقرب من مواقع إطلاقها. حذر رؤساء كبرى شركات الطيران الأمريكية من اضطرابات كارثية في قطاع النقل والشحن في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G للإنترنت كما هو مقرر دون وضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب مطارات الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت شركتا فيرازيون و AT&T أرجأتا إطلاق خدمة الجيل الخامس سي باند الجديدة مرتين بسبب تحذيرات شركات الطيران ومصنعي الطائرات المتخوفين من تداخل نظام الاتصالات الجديد مع الأجهزة التي ستستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع. وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أعطت موافقتها على تشغيل بعض محطات الإرسال داخل مناطق سيتم نشر الجيل الخامس فيها، بحيث تم تأمين ما يصل إلى 48 من المطارات الأكثر تأثرا بتداخل ترددات الجيل الخامس من أصل 88. في الخبر الأخير، وافق البرلمان في أندونيسيا على قانون بشأن العاصمة الإدارية يمهد الطريق لنقل العاصمة من جزيرة جاوا إلى جزيرة يورينو. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن المساحة الأساسية للعاصمة الجديدة تبلغ 56,180 هكتارا في مقاطعة كاليمنتان الشرقية. وينص القانون على أن العاصمة لها وضع إداري خاص يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين حاكم لها بموافقة مجلس النواب، مما يلقي الحاجة إلى إجراء انتخابات كانت غالبا تشوبها معارك سياسية شرسة. ويمنح القانون الجديد المشروع الذي تبلغ تكلفته 34 مليار دولار الأساس القانوني للمضي قدما فيه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024. وستكون العاصمة الجديدة مقرا للحكومة، بينما ستظل جاكرتا العاصمة الحالية التي يقطنها أكثر من 10 ملايين شخص المركز التجاري والاقتصادي لأندونيسيا. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. البلاد تحتفل بعيد الغطاس. إدارة إقليم القاشبركة تقيم أعمالها للعام 2021. إصابة 30 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. بلينكين في كييف لتأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا. إسرائيل تجري اختبار لمنظومة مضادة للصواريخ البالستية. وشركات الطيران تحذر من كارثة في حال نشر شبكة الجيل الخامس. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.